السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة وسعادة يا رب. النهاردة بقى جيت لكم بروتين جديد وفيديو جديد. طلع عيني فيه. انا عملت اوضة واحدة بس الأوضة دي من ساعة ما جيت من عند ماما انا ما عملتهاش وما دخلتهاش، يعني بقالها كده تقريبا شهر. ما حطيتش ايدي فيها خالص، وممكن يكون كمان من قبل ما امشي عند ماما، لان انا قعدت عند ماما 3 اسابيع زي ما انتوا عارفين، وجاي بقالي اكتر من اسبوع اهو. ومن قبل ما امشي وانا ما عملتش فيها حاجة برضو، يعني مش كنت عاملاها قبل ما امشي بصراحة. فكان فيها كمية تراب بقى وتعبتني بقى، وجيب الانفية تعبتني. قلت قبل اي حاجة بقى كده عشان الاوضة مليانة تراب الم الغسيل ده، عشان التراب يعني هيطلع عليه اكيد، لان انا هنفض البتاع اسمها ايه البتاع بتاعت الستارة اللي فوق دي البلتكنة. اه آم، قلت هنفضها بقى عشان مليانة تراب قوي. و... والمكتب برضو بتاع اوضه الاطفال كان مليان تراب وكده. فقلت قبل اي حاجة عشان انفض السجاد برضو، هلم الغسيل وهسيبه بقى لما اخلص خالص، هبقى اطبقه بقى في الاخر بالليل، يعني كده في السهرة او بكرة ان شاء الله هطبقه. والسجاد اللي منشور ده مش مغسول يا جماعة، السجاد ده كان المية بهدلت الدنيا في المطبخ. ف فطلعتهم نشرتهم كده، ولقيت ان الدواسة دي ما نشفتش، فرحت قلبتها الناحية التانية يعني، وسبتها بقى لما تنشف براحتها. بس الهدوم دي لان احنا طلعنا الهدوم الصيفي الشتوي بقى وشيلنا الصيفي، فهي دي لسه ما تقفلش يعني الشنطة بتاعت الهدوم الصيفي دي هنقفلها بقى، ومحمود يبقى يحطها لنا فوق الدولاب بقى، ولا تحت السرير، ولا في اي حتة. فقلت احطها كده على السرير اهو يا جماعة، اللي قلت لكم عليه، اللي احنا شايلين من عليه المرتبة عشان حطيناها في اوضه النوم بقى في الارض. وعشان كده انا ما بحبش الاوضه دي، ما بحبش ادخلها كده، بتخنق منها قوي ان هي فيها سرير واحد كده والسرير التاني معمول كده. مش عارفه اعمل ايه، والله بحاول اقنعهم ان هم يناموا هنا، مش راضيين خالص. محمود ومصطفى يعني مش راضيين، عايزين يناموا معانا في الاوضه. آه ما علينا. المهم ايه، قلت بقى السجادة الكبيرة اللي في الارض دي محمود طلعها لي علشان خلاص يعني كمان كام يوم هفرش بقى الفرش بتاع الشتاء، فهزود سجاد وهفرش الكفرات بقى عليه وكده. فدي سجاد يعني من السجاد الزيادة اللي احنا شايلينه. هفرشها هنفضها بقى، لان هي محطوطة على الارض كده بقى لها كذا يوم يعني. فهشيلها اطلعها البلكونة لحد ما اخلص بقى، وبعد كده هحطها في اي حتة بقى لحد ما افرش الشقة يعني وافرشها. بس نفضت المكتب بقى كده ومسحته، وبقى بقى في الاخر خالص كده المع المراية بس اللي هي بتاعة المكتب دي. عايزة اقول لكم الازاز بتاع البلكونة ده كان مليان تراب، والشيش مليان تراب، فانا قلت الشيش ده مش هعمله دلوقتي خالص، مش هقدر ان انا اعمله كده، هي يعني آه هيبهدلني خالص، وانا عندي جيوب الانفية تعبانة. فقلت لا، شوية كده وهنعمله بقى ايه بالمية على طول يعني. اجيب مية بقى كتير كده ويتغسل على طول من غير تنفيذ، بس ان المرة دي انا كنت عايزة الحق اخلص بسرعة لسببين. اول سبب ان مالك ومازن نايمين، فانا عايزة اخلص بسرعة قبل ما يصحوا، لان الاوضة دي زي ما قلت لكم مليانة تراب، ومش عايزاهم يدخلوا قبل ما اكنس واخلص يعني. وتاني سبب ان انا عندنا مشكلة في المية، في الصرف. عايزه اقول لكم احنا لحد دلوقتي يا جماعه ما عندناش صرف في البيت. البيت عندنا اسمها ايه بيارات. البلد اللي انا فيها دي، اللي انا متجوزه فيها دي، ماشيه بالبيارات، يعني شغالين على البياره، وبتيجي العربيه بقى تشيل منها الميه، يعني بتنزحها معناها كده. آه وبترجع تاني البيارة تتملي من الاستهلاك، فترجع تيجي العربية، والعربية بقى دي عشان تيجي مشكلة برضو. فبيحاولوا هنا في البلد ان هم على قدر الامكان ان هم ما يملوش البيارات بتاعة البيوت وكده قوي، لان بتبقى مشكلة ان العربية تيجي. تمام. دي حاجة المفروض اصلا، دي حاجة تبقى من مجلس مش عارفة اسمها مجلس المدينة ولا مجلس المحلة ولا ايه.
المفروض العربيات دي تيجي تعمل الكلام ده. مش عارفة، انا مش عارفة ايه الاولويات اللي موجودة في البلد المفروض الواحد يعملها يعني. احنا جم دخلولنا الغاز الطبيعي، فاحنا كنا في غنى عنه، يعني احنا مش عايزين الغاز. وغاز كارت يعني مش عداد، مش عداد اللي هو اسمه ايه الاوتوماتيك ده، ولا كده زي العدادات القديمة، لا ده عداد كارت. وعايزة اقول لكم ان الكارت لما بيفصل احنا بنتبهدل. هنا مالك ومازن صحيوا، طلعت جريت بقى رحت جبتهم. اكمل لكم بقى. مرة الكارت ده فصل عندي وانا معيش حد، يعني جوزي بيروح الشغل من الساعة 6 الصبح وبيجيش الا بالليل الساعة 9 بالليل. ف واحدة زي كده اروح فين واشحنه ازاي؟ لازم اروح اشحنه من عندهم هناك. موال، ولازما يتضرب الكارت على العداد قبل ما اتحرك من البيت، ويتضرب بعد ما يجي من البيت. والعداد كمان مش علاقينه فوق في السقف، يعني حاطينه فوق خالص. يعني صعب خالص ان واحدة ست تطلع تتشعلق كده عشان تعمله. ده شغل رجالة، والرجالة غالبا ما بيبقوش في البيت الحاجات اللي زي كده. والله يا جماعة كانت الانابيب بالنسبة لنا اريح واحسن. طب يا جماعة بتوع الغاز نفسهم وهم بيركبوا لنا الغاز، احنا بنتكلم في ان طب يشوف لنا الصرف. يعني احنا الاولى لينا ان هو يعمل لنا الصرف كبيوت، يعني نعيش كايه، عيشة آدمية. يعني المفروض ان احنا نعيش عيشة آدمية، ودي ابسط حقوقنا يعني. انا مش من البلد دي. يعني الستات بقى اللي هم منها من هنا وطالعين بقى من صغرهم على كده، عايزه اقول لكم بيشيلوا الميه بتاعه الغسيل وميه الحموم وميه كل حاجه بيستعملوها في البيت، وميه غسيل المواعين. حتى المواعين ما بيغسلوهاش في الحوض، لا، كل حاجة بتتغسل كده وبتحوش المية بتاعتها، وبيمشوا يشيلوها على راسهم، يشيلوا المية اللي مش نضيفة دي على راسهم، ويمشوا بيها طريق طويل خالص علشان يروحوا يرموها في مخر السيل. يعني قولولي دي عيشة مين يستحملها؟ احنا ما كناش نعرف الكلام ده قبل ما نتجوز، ان البلد دي فيها كده والمشاكل دي موجودة فيها وكده. فانا طبعا لا، انا لا هعرف اروح ولا هعرف اجي، وانا يا جماعه صحتي على قدي ومش لوحدي. يعني اكيد في ستات تانية ليها مشاغلها وليها عليها عيالها وشغل بيتها. كفايه قوي ان الواحده تعرف تشوف شغل بيتها. عايزه اقول لكم ان احنا عندنا الغسالات الاوتوماتيك مفيش حد فينا بيعرف يستخدمها. انا بستخدم الغساله بتاعتي كانها غساله عاديه، والله والله كانها غساله عاديه. ازاي بقى؟ انا بغسل الغسيل وبصرف الميه من خرطوم الغساله. ما ينفعش يصرف في الصرف طبعا علشان ما ينزلش يملى البياره، فبضطر ان انا اصرف في طبق بلاستيك كبير، واروح شايله الميه اللي في الطبق البلاستيك دي. محمود بقى يحولها بجردل ويطلع يرشها فوق السطح، نرشها في الشارع، نتصرف نرشها في اي حته. طبعا ناس تانية بتروح تشيل زي ما قلت لكم، بيروحوا يرموها في اخر الدنيا. فوالله العظيم حرام. وعايزه اقول لكم ان الميه دي كمان اللي مالك ومازن بهدلوا لي بيها الدنيا وغرقوا لي بيها السجاد اللي كان في المطبخ اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو ده. بس والله يا جماعه احنا شايلينه معبيين، يعني مش عارفين نستعمل الحمام خالص. عايزه اقول لكم الدور اللي تحت، الدور الارضي، الناس اللي تحت والله العظيم يعني متبهدلين. هما متبهدلين واحنا علشان نراعيهم برضو متبهدلين، ان احنا ما نصرفش ميه كتير في الحمام وكده، عشان كل الميه اللي احنا بندلقها من فوق بتطلع عليهم تحت، يعني بتطلع لهم في الحمام تحت وبتبهدل لهم الدنيا. لكم ان تتخيلوا بقى. النهاردة اول يوم بقى اعمل فيه اكلات للشتاء، اكلة الشتاء الجميلة اللذيذة دي. ده يعني مصطفى اللي اقترح الاكلة دي. امبارح يا ماما اعملي لي عدس، بصيت قلت ايه ده، الواد ده ازاي فكر في العدس دلوقتي؟ قلت والله يا مصطفى لا اعمل لك عدس. ما كانش عندي جزر، خليت محمود جاب لنا جزر وعملت بقى عدس كده. كان عندي نص كيلو عدس فخدت ربعه كده. وعايزه اقول لكم ان الفوائد بتاعته بتبقى اكتر في الخضار، يعني احنا بنعتمد على الخضار اكتر من العدس نفسه يعني.
فحطيت بقى العدس وبطاطس وبصلايه وجزر وطماطم متقطعه، وبكتر الطماطم كمان اكتر من كده، بس بصراحه ما كانش عندي برضو يعني خلصانه. فحطيت اللي موجود عندي، لان انا بحب العدس يكون لونه محمر شويه، يعني برتقاني محمر، مش يكون لونه برتقاني كده او اصفر. فبحب ازود فيه الطماطم عشان يبقى لونه حلو يعني، او القوطه احنا بنقول عليه قوطه. بس وبعد كده حطيت عليه حته توم صغيره مفروم عندي في الفريزر، وميه مغليه. وبعد كده بقى لما بيستوي بقى ده كله، علشان انا ما صورتش في النهايه يعني، بعمل بقى بحمر بصلايه. وبعد كده مع البصل انا بقى يعني، كنا قبل ما انا اتجوز كنا بنقسم العدس نصين، بنعمل نص شوربه يعني بعد ما يتضرب في الخلاط خلاص كده هو يغلي بقى تاني، ونحط له الملح والتوابل بتاعته وخلاص كده. بس انا من ساعه ما اتجوزت بعمله بشعريه بس، فبعمل بحمر البصل، وبعد كده بحمر الشعريه واحط عليها العدس بعد ما اضربه في الخلاط بس، وملح وكمون والتوابل بتاعتك بقى تحطيها. وايه تاني، ولو عندك مرقه دجاجه حطيها. بس كده، ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه لو اول مره تشوفوها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.